احتفظي بقى بالفيديو ده عندك لرمضان. كل سنة وانتم طيبين. القطايف هعملها معاكم بطريقة سهلة وسلسة وبسيطة جدا، مش هتعوز منك يعني شغل كتير ولا اي حاجة، بس النتيجة بقى يعني ولا تقولي زلابية ولا بلح الشام ولا صوابع زينب، احلى بكتير. اول حاجة نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونبدأ مع بعض نعمل الشربات. هاتي الحلة بتاعتك، انزلي فيها بكوبايتين من السكر، عليهم كوباية مية، عليهم عصرة ليمون او شريحة كده من الليمون، وارفعهم على النار 5 دقايق بالظبط، وهدي يعني اول ما يغلي اهدي عليه 5 دقايق واطفي عليه خالص وارفعه من على النار. بعد كده هتجيبي القطايف بتاعتك، حتى لو مش فريش، يعني ساعات القطايف بتجيبيها مش بتبقى فريش او تبقي مش عارفه تحشيها، تقدري تعملي بيها الوصفه دي. بلفها رول واقفلها حلو قوي بالشكل ده، واخلص الكميه بتاعتي كلها. زي ما قلت لك، لو مش فريش او طازه، ساعات تحشيها مكسرات تروحي مفتحه منك كده، لا تقدري تعملي بيها الوصفه دي. ولو عايزين طريقه القطايف، عجينه القطايف اعملها معاكم في البيت، اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اعملها لكم فيديو جاي قريب باذن الله. هعملها لكم قطايف تجنن، احلى من بتاعت بره كمان. هنا بقى القطايف بعد ما عملتها الرولات بالشكل ده كده، هبدا ان انا احمرها في زيت سخن. اول ما بتاخد معايا لون ذهبي، بنزل في الشربات على طول في البوله بتاعتي، واطلع القطايف من الزيت على شربات بارد، يكون بارد تماما. طبعا لو وصلتي لغايه هنا متنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ونرفع كده الفيديو بتاعنا بذكر الله. ومستنيه رايكم تحت في الكومنتات، وقولوا لي اعمل لكم طريقه عجينه القطايف تعمليها ازاي في البيت، بما اننا بقى داخلين على رمضان نجهز كل حاجه كده في البيت عشان تبقى سهله وبسيطه وسلسه معانا. بسقيها بالشربات بالشكل ده كده، بتطلع معايا تجنن، كريسبي من بره طريه من جوه، طعمها حكايه. زي ما قلت لك احلى من زلابيا واحلى من بلح الشام. طعمها حلو قوي وجديده جدا وسهله وبسيطه، حتى في تقديمها شيك. تقدري بقى رشه جوز هند او مكسرات كده على الوش، وبالف هنا قديميها. وزي ما قلت لك احتفظي بالفيديو ده عندك علشان ان شاء الله تعملي الوصفه دي في رمضان، بما اننا قربنا على رمضان. كل سنه وانتم طيبين. ولو وصلت لغايه هنا متنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام.